صباح الخير وصباح الورد وصباح الفل، بحبكم في الله. وازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. زي ما انتوا شايفين كده معانا النهارده اوردر جرس كبير، بسم الله ما شاء الله، ساده ومحشيه بالعجوه. وزي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض الكب كيك. النهارده الفيديو بتاعنا متنوع، تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله تستفادوا. كب كيك بقى تحفه تحفه تحفه. معانا كده بسم الله ما شاء الله 3 بيضات، معايا 3/4 كوباية وربع، يعني قصدي كوباية الا ربع من الزيت، كوباية الا ربع من السكر او السكر حسب الرغبة. واللهم صل على سيدنا محمد. معايا معلقة من الفانيليا السايلة، وبمسك كده المضرب بتاعي او المضرب الكهربائي او المضرب اليدوي او في الخلاط، وبنبدأ ان احنا نديهم خفق او ضرب مع بعض. زي ما انتوا شايفين معايا كده، معايا معلقة من البيكنج باودر كبيرة، ومعايا اللهم صل على سيدنا محمد كوباية من الكاكاو أو نص كوباية. لو انت مش عندك كاكاو يعني يكفي، ممكن انت تعملي نص كوباية من الكاكاو على كوبايتين ونص من الدقيق. اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا يا حبايبي زي ما قلنا السكر تبع الرغبة. زي ما انتوا شايفين كده بالمضرب يا حبايبي، وبنديله ضربة كده حلوة. واللهم صل على سيدنا محمد، كنا حطينا كمان نص كوباية من اللبن، تمام، بس انا نسيت اقول. وفي كوبايات الكب كيك الورقية زي ما انتوا شايفين كده، بضع فيها عبارة عن معلقة من الخليط. كل ورقة من الكب كيك فيها معلقة من الخليط، بحيث ان هي لما ترتفع ما ترتفعش زيادة عن اللزوم، تمام. وطبعا احنا بنحط الاكواب الورقية دي عشان خاطر ان احنا تبقى شكلها اشيك واجمل. طبعا دي نستخدمها لاعياد الميلاد او الحفلات او التجمعات. كل واحد بياخد الورقة الكب كيك بتاعته، وبنبدأ ان احنا ياكلها. وطبعا بنحافظ برضه على الصواني ما تتوسخش. وزي ما انتوا شايفين كده، ممكن ان احنا نعملها في الاكواب الورقية اهي زي ما انتوا شايفين، ونقدمها طبعا او ناخدها معانا اي مكان او اي رحلة واحنا ماشيين. الفرن بتاعنا ساخن، متولع على درجة حرارة متوسطة من تحت وطافية من فوق. وبنسيب الكب كيك بتاعنا عبارة عن 10 دقايق فقط لا غير. بنختبره بخلة أسنان وبعد كده بنطلعه. زي ما انتوا شايفين كده معايا هبدأ ان انا اجهز فطار. طبعا اوردر الجرس ده كان الفجر برضو يا حبايبي. انا بصراحة يعني بسم الله ما شاء الله، انا لما اشتغل الفجر بس تبارك وربنا بيطرح لي البركة في رزقي وفي شغلي. والحمد لله ربنا دايما بيبارك لي في وقتي. فطبعا انا كان الفجر وخلصت كده، عملت الكب كيك وبعدين قمت عشان ان انا اجهز فطار. زي ما انتوا شايفين عملت بطاطساية كده مقلية. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين يا حبايبي عملت القشطة بسم الله ما شاء الله. طبعا انا ما بحبش اشيل القشطة كلها من على اللبن الرايب، لان انا طبعا باخد القشطة ديت وببقى اللبن الرايب اسفة، وبعجن بيه اوجات جرس، وطبعا اوجات بعمله جبنة انا باكلها انا وابو حبيب طبعا. فطبعا انا ما بحبش اشيل القشطة كلها يعني يا حبايبي، بس احب اسيب فيها خير كده، تمام، بحيث ان هي لما تكون جبنه بسم الله ما شاء الله تحسوا الجبنه قشطه كده بسم الله ما شاء الله. بوريكم ان هي لسه فيها قشطه كمان اهيت. هبدا اخد بقى كده طبق واعمله عشان احطه على الصينيه كمان مع الافطار، ماشي. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، اللبن في البيت خير، خير كبير قوي يا ولاد. ربنا يا رب يديم علينا الخير والنعم. وخدت كمان كده عبارة عن نص كوب من اللبن الرايب، بحيث ان انا هجيب لبن طبعا واروبه، ما اشتريش زبادي ولا اي شيء، انا عندي كده كده اللبن الرايب. طبعا بظبط القشطة بتاعتي كده وبسويها بالمعلقة. طبعا بتبقى خطيرة قشطة الصبحة دي، مش قادرة اقول لكم. هنا كده بجيب الأكياس وبعبي فيها اللبن الرايب بتاعي. طبعا أنا بروب كل يوم. يعني لازم عندي يكون عندي لبن رايب متعبي ولبن رايب في الحلة. طب ليه يا ست ام صلاح؟ عشان انا بعمل جرس، طبعا الجرس عايزة لبن رايب، فانا مش هأركن الاوردرات لما اروب، تمام. فانا بخزن اللبن الرايب الوقتي، انا بخزن. طب انا لو احتجت بطلع، ما احتجتش وعندي لبن رايب سخن طازة بعمل منه. طب انا محتاجة وعندي اوردر واللبن التاني لسه مربش، بطلع من اللبن الرايب اللي انا مخزناه في الفريزر، تمام يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده.
اللهم صل على سيدنا محمد. أهم شيء في الشغل، في أي شغل في الحياة، إن أنتِ تنظّمي وقتِك وتنظّمي حاجتِك، تمام. بسم الله ما شاء الله. طبعًا دول كانوا 6 كيلو من اللبن، وعملوا زي ما أنتم شايفين كده لبن رايب وقشطة، بسم الله ما شاء الله واللهم ديمها نعمة. زي ما أنتم شايفين يا حبايبي أنا طلّعت الcupcake كيك، وطبعًا باوريكم إن أنا اختبرته بخلة الأسنان أهوًا. وطبعًا الcupcake كيك بقى كان يعني هش، بصراحة مش قادرة أقول لكم على الجمال كان عامل إزاي، تسلموا إيديا الحلوين الصراحة. جربوا الوصفة مش هتندموا. طب الوصفة عبارة عن إيه يا ست أم صلاح؟ 3 بيضات، معلقة من الفانيليا، نص كوباية من الزيت، أو نص وربع كوباية من الزيت، ونص كوباية من اللبن، اللهم صل على سيدنا محمد، كوباية من السكر أو كوباية إلا ربع من السكر تبع الرغبة، كوبايتين ونص أو 3 من الدقيق تبع الدقيق بتاعك اللي انت مستخدماه. معانا نص كوباية من الكاكاو أو كوباية لو انت بتحبيها غامقة جدا، بنضربهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا. طبعا ديت أنا كنت سخنة جدا معرفتش أطلعها، قلت سيبها تبرد، ورحت عشان ان انا اكمل الفطار بتاعي. وطبعا زي ما انتم شايفين لو انتم ملاحظين هناك على البوتاجاز برضو الكب كيك بتاعي انا زينته بصوص شوكولاتة. صوص الشوكولاتة عملته ازاي يا ست ام صلاح؟ عملته نص كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من السكر، ونص كوباية من الكاكاو، ومعلقة من النسكافيه الخام، وعملت صوص شوكولاتة وزينت بيه الكب كيك عشان الاء بنتي بتحب الشوكولاتة زيادة. هنا كده طبعا زي ما انتم شايفين جليت البطاطس وبعمل بيض. طبعا البيض ده انا كنت عايزه اسلقه ولقيت نفسي مفيش وقت، طبعا برضه هسلقه وهو مفجوش. طب ازاي يا ست ام صلاح؟ بنسيبه يا حبايبي ان هو ياخد راحته كده زي ما انتم شايفين، وبنبدا ان احنا نقلب البيض ده على الاتجاه التاني اللي هو اتجاه الصفار، ونضغط عليه ضغطه بيبدا ان هو الصفاره بتاعته تجمد، وهو كده بيكون زي المسلوق بالظبط، وكأنك عاملاه في حتة سمنة بلدي. مش قادرة اقول لكم مفيش اسهل من كده. طبعا البطاطس كانت مجرمشة وجميلة جدا جدا، يسلموا ايديا. واللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لولا كانت بتصورني وتصويرها غريب، تفضل رايحة جايبة التليفون مش عارفة تحسوا ان انتوا واقفين كده مع مصوراتي، يعني انتوا فاهمين. طبعا كانت قاعدة تقول لي يا سلام عليكي يا شيف وانا بقلب البيض. طبعا لولا ملهاش في اكل البيض انا كنت عاملة الاربع بيضات دول، بيضة لاسماء وبيضة لابو حبيب وبيضة لصلاح، تمام، ابني. وطبعا اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. طبعا حبيت ان انا اوريكم البيض من الاتجاه الاخر زي ما انتم شايفين كده، وكان فيه بقى لانشون وجبنة وملوحة كمان من السمنة، وحتة بتنجان كده مشوية باجية من بالليل، وكان أحلى أكل، تمام. طبعا احنا كنا عاملين اوردر عيش امبارح وباجي عندنا عيش، بسم الله ما شاء الله والخير كتير يا ولاد وبألف هنا وشفا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده حبيب قعد وأسماء وآلاء، وصباح كان بيغسل وجاي، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة. محمد كان بيزعج لها وقال لها غطي شعرك. تمام. طبعًا يا حبايبي عشان اللي بيقولوا يا أم حبيب أنتِ البنات إزاي قاعدين معاكِ وأبو حبيب لا يجوز شرعًا؟ لأ يا حبايبي يجوز شرعًا، لإن أبو حبيب عمهم شرعًا أصلًا اللي أنتم مش تعرفوه. طبعًا يا حبايبي زي ما أنتم شايفين أدي الcupcake كيك ومكسرات، وكانت قعدنا بقى سهرنا بالليل سهرة جميلة، جميلة، جميلة. باحبكم في الله، وطبعًا أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، وروتيني يكون مختلف ومتنوع وما بتملوش مني. طبعًا أسماء بنتي كنت قاعدة أقول لها أنتِ خدي يا أسماء cupcake، تقول لي يا ماما لأ أنا هاتخن، أقول لها طب بس خدي يا شيخة ده أنتِ نفسِك هتموتي وتاكلي cupcake. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعًا أنا اليومين دول شادة عليها شوية عشان تعمل ريجيم. باحبكم في الله، والسلام عليكم. كانت معاكم سمورة.